ألف مبروك للمنتخب المغربي. هو يوم للتاريخ سجلوه المغاربة بأقدام ذهبية ورؤوس ذهبية نفتخر بها اليوم أمام أنظار العالم. المنتخب المغربي يشرف العرب وأفريقيا أمام أنظار العالم أحسن تشريف. هربنا من أجل هذه اللحظة، هربنا من أجل رؤية المنتخب المغربي في ثمن نهائية كأس العالم. هربنا من أجل رؤية علم المغرب يرقب عاليا في سماء المونديال، والمغاربة والعرب كلهم اليوم تغمرهم فرحة كبيرة لا يعلم بها إلا الله. العالم العربي كله يهتز اليوم بهذا الإنجاز، فهنالك من ضحك وهنالك من بكى بشدة هذا الانتصار للمنتخب المغربي. وعلى ذلك البكاء رصدت الكاميرات المحيطة بالمنتخب المغربي لقطة جميلة لوطنية اللاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي وهو يبكي بشدة وبحرقة بعد تحقيقها التأهل مع أسود الأطلس. صراحة لقطة جميلة جدا تقشعر لها الأبدان يا أشرف يا حكيمي، والله لدمعت العين عند رؤية هذه اللقطة. صراحة حكيمي واللاعبون كانوا رجالا ومحاربين في أرضية الملعب، أثبتوا عن حبهم الكبير لوطنهم ولجذورهم ولدينهم ولقضيتهم أمام أنظار العالم بأكملها، وخصوصا لقطة رفع العلم الفلسطيني من قبل اللاعب جواد اليميق. رؤية العلم الفلسطيني يرفرف حاليا في احتفالات لاعبي المنتخب المغربي خير دليل عن دفاعنا عن فلسطين. شكرا للاعبين وشكرا للمدرب وليد الركراكي والطاقم التقني وشكرا للجمهور المغربي وشكر خاص لرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي قجع على هذا الإنجاز التاريخي الجميل والذي دخل قلوب جميع المغاربة والعرب. شكرا يا من شرفتمونا امام العالم. متابعينا الاعزاء، لا تنسوا كتابه ارائكم وتعليقاتكم حول هذا التشريف وحول بلوغ دورته النهائيه كاس العالم، وشكرا لكم على حسن المتابعه.